أبطالي وبطلاتي الحلوين، أمهات وآباء أبطال المستقبل، جاهزين بقى نبتدي مع بعض يوم جديد وروتين جديد كله طاقة وحماس، وهنشوف هنواجه إيه النهارده وهنحل كل المشاكل مع بعض إن شاء الله. جاهزين؟ قوموا اعملوا لكم حاجات تشربوها علشان ننبسط ونستمتع مع بعض في بداية يوم جديد في روتين مدرسة الأبطال. قبل التحدي يلا بينا. ودلوقتي ميعاد الصلاة، نفسك في حاجة صلي وادعي ربنا، في حاجة مضايقاكي صلي واحكي لربنا. ايا كان الوضع اللي احنا بنبقى فيه، الصلاة الحاجة الوحيدة اللي بتخرجنا منه، صدقوني والله العظيم. ولا كلام كده اشعارات، اشعارات ايه، ولا كلام شعارات، ولا كلام كده في الهوا، صدقوني. خلوا الصلاة تواصل ما بينكم وما بين ربنا. ما تسمعوش كلام اللي يقول لك قوم صلي علشان خاطر هتخش النار. مالكش دعوة بالكلام ده، ما تسمعوش، سدوا ودنكم عنه. الصلاة هي الحاجة اللي بتخلّي في تواصل ما بيني وما بين ربنا، باقدر أحكي له على اللي أنا عايزاه، باقدر أشكي له على اللي مضايقني، باقدر أطلب منه كل اللي أنا نِفْسي فيه، وكل حاجة بتخلص مع القعدة وأنا باحكي لربنا. فأنا باقوم من القعدة دي كل حاجة بتبقى زي الفل. فكتاكيتي الحلوين، ما تصلّوش عشان أنتم خايفين من ربنا، صلّوا عشان أنتم بتحبوا ربنا، في فرق. وأنا باعمل الحاجة مع اللي أنا باحبه بيبقى في أصلًا مشاعر كده موجودة وإحنا بنصلّي وبتحسّوا نَفْسكم مبسوطين، وأنا باعمل الحاجة وأنا خايفة باحس إنها عقاب، ولا هاحس بيها ولا أي حاجة. وأهم حاجة في الصلاة هي إنكم تكونوا حاسين بيها. الجماعة بتوع هتخشوا النار سدّوا ودنكم أو ما تتفرّجوش عليهم أصلًا، لإن لو فضلنا ساجدين من هنا لغاية نهاية العالم كُلّه مش هندخل الجنة بصلاتنا، هندخلها برحمة ربنا. فعلشان كده إحنا بنصلّي علشان إحنا بنحب ربنا، تمام؟ يالّا بقى نروح نصلّي وبعد كده نفطر ونكمّل شغلنا، يالّا بينا. لو ما صليتوش قوموا صلّوا دلوقتي. دلوقتي بقى وانا بعمل الفطار كنت بصور لكم، فجات لي مكالمه من عروسه. انا سبت لكم الصوت دلوقتي علشان تعرفوا قد ايه العرايس بيكونوا متوترين، وقد ايه بيبقوا محتاجين معامله خاصه في الوقت ده، لان التوتر بيبقى مسيطر عليهم. فبما ان انا مجال دراستي علم النفس، فالحمد لله بعرف احتوي العروسه، بس انا حبيت اسيب لكم الصوت علشان تشوفوا ازاي بيكونوا متوترين. تعالوا نسمع مع بعض. ماشي يا حبيبتي، اتفقنا. نوريني يا عروسه، ربنا يتمم لك على خير يا رب. بس انت هدي اعصابك، بس اهم حاجه دي اهم خطوه في الحياه كلها، لان الفرح بيبقى مهم بالنسبه لكم، فما تضيعيش فرحتك في التوتر. ان شاء الله يا رب، ربنا يتمم لك على خير يا رب. العفو حبيبتي، مع الف سلامه. رحتوا فين؟ الكاميرا فصل. استنوا، انتوا هنا؟ ايوه انتوا هنا. يلا بقى دلوقتي اهم خطوه في اليوم كله وهي الفطار. طبعا انا خدت شاور. لازم يا بنات ويا شباب لازم تبتدوا يومكم قبل الشغل بانكم تكونوا اصلا نفسيا مجهزين ومؤهلين. ومن اهم الحاجات اللي هتخليكم مجهزين ومؤهلين لباقي اليوم هو انكم تبقوا نضاف من الاخر. انا مش هلف وادور، انا عمته. فعمته بتواجه كده على طول بتقول لكم المعلومه مباشره. عمته سمكه بتقول لكم اهم حاجه ابتدوا بيومكم ان انتوا تاخدوا دش حلو كده، والميه تكون فتره شويه، او يا ريت لو انتوا اقوياء كده تاخدوا ميه ساقعه هتفوقكم على طول. فدلوقتي هنفطر. الفطار هيبقى بيض علشان يبقى فيه بروتين. مش مهم انتوا هتفطروا اي حاجه في الحياه، المهم تفطروا حاجه مغذيه عشان يبقى عندكم باور لباقي اليوم، وتقدروا تنتجوا وتبدعوا، وتقدروا تاخدوا خطوة مهمة من خطوات حياتكم اللي هتوصّلكم لأحلامكم إن شاء الله. وأنا وأنتم مع بعض هنتدرّب لغاية أمّا كلّكم توصلوا لكل الأحلام اللي أنتم بتحلموا بيها. يا رب ربنا يوفّقكم كلّكم يا رب، سواء إحنا معاكم أو مش معاكم. إن شاء الله دعواتنا تفضل مستمرة معاكم. يالّا نعمل فطار. يالّا، قلب كل يوم، قلب كل يوم من قلب المطبخ. يالّا، قلب. بوس كتير. ابعتي لي بوستي يا بسكوتي. شكرًا. نادرًا لمّا باعمل لنفسي كوباية قهوة فيها سكر وفيها لبن وفيها كاكاو، يعني كوباية قهوة متكلفة. النتيجة، أنا مش عارفة إحنا وصلنا لغاية هنا إزاي، بس يعني قررت إن أنا ما اتضايقش وهاقول الحمد لله. قولوا معايا الحمد لله. هاضبّطها وأروح بقى أعمل لكم المحتوى اللي هنتناقش فيه مع بعضينا. تقريبًا دي نهاية العمر أو بدايته، مش عارفة. عايزة أكسب وقت، فاعمل إيه؟ هاشغّل الجهاز وأرفع الفيديو اللي المفروض أرفعه لكم، وأمّا أشوف شركة وي هتضبطنا والّا إيه. فنداء لشركة وي، وي،
وبعدين أنا أعمل لكم إيه بقى؟ أنا مش شغلي متعطّل بقى له يومين، وبعدين حلّوا لنا المشكلة لو سمحت. هاشوف الراوتر هيشتغل والّا لأ، لإن امبارح اتصلت بيهم كان في مشكلة في الراوتر، ولو ما اشتغلش هاخدكم ونروح السنترال مع بعض للأسف. يالّا بينا بقى نروح على الخطوة اللي بعدها. بُصّوا بجد والله أنا عايزاكم تشهدوا معايا، يعني أنا المفروض أنا عاملة في اليوم عدد ساعات معيّن علشان خاطر المحتوى اللي أنا عايزة أقدّمه لكم، فشركة وي تقريبًا معجّزاني، يعني تقريبًا كده هي مصممة تتّفق مع الأعداء علينا. في إيه يا جماعة؟ أنا بقى لي حرفيًا ساعة باحاول أحمّل الفيديو الصغنون ده، زغنطوطي خالص مش راضي يتحمّل، وبعدين؟ شكلنا هنعيش الكام يوم الجايين في مأساة والّا إيه؟ لأ، صحصحوا معايا كده عايزين نخلّص بدري. هو لو ما حمّلش هاضطر آخُد الراوتر وأروح السنترال. انتظروا، انتظروني، هافطر بس وارجع لكم واشرب قهوتي عشان أنا لسه ما فُقتش. شركة وي عايزين نصحصح مع بعض دلوقتي كده شوية معلش علشان بس أنا دلوقتي في وسط شغلي وفي وسط ما أنا عايزة ألحق أعمل الفيديوهات اللي ليها علاقة ببناء المجتمع علشان أنتِ لازم تبقي مركّزة معايا إن أنتِ كده بتعطّلينا في حياتنا كُلّنا، تمام؟ شركة وي، وبعدين صلّحوا لي المشكلة. دلوقتي أنا هاضطر أسيب شغلي وأسيب اللي ورايا وهاروح السنترال علشان الراوتر اللي بقى له كتير جدًا معذّبني، اللي بالمناسبة جديد، فيا ريت، يا ريت، يا ريت المشكلة تتحل علشان بس إيه، يعني طاقة البني آدم. وده كان التحدي تقريبًا اللي هيواجهني النهارده، فيالّا بينا نبقى قد التحدي ونروح نحل المشكلة. تعالوا معايا. بُصّوا، أنا كنت ماشية الساعة 13:00 دلوقتي الساعة 42 دقيقة، يعني شركة وي أنا ضاع من عمري وقت قد إيه ولسه المشكلة ما اتحلتش. هنتابع مع بعض كل يوم، ما هو يا أنا يا أنتم بقى عشان ما تعطلونيش. دلوقتي بقى ميعاد الشغل، يالّا بينا نصور لكم معلومة مهمة أوي، اسمعوها وروحوا كملوها على صفحة الشغل، يالّا. مشيت النهارده. جوزها بيقول لها أنتِ صابرة وهي عايزة حاجة تفتحها، في بنوتة كلمتني وقالت لي عايزة فاونديشن يفتحها، أحب أقول لِك إن أنتِ زي القمر زي ما أنتِ، أنا مش عارفة إمتى حوّلوا الميزة اللي المصريين بيتميزوا بيها وهي لونهم وخلّوها حاجة. باحب أدّي لنفسي طاقة. ده طبعًا لإني مرّيت بحاجات كتير من أول اليوم عطّلتني، فخرّجتني عن الmood خالص، فلازم أرجع للmood تاني قبل ما أصوّر لكم الفيديو اللي هاشرح للأبهات والأمهات الاحتياجات الخاصة بينا وبولادنا وبأي بني آدم، علشان نفهم إيه هي الاحتياجات، ونفهم إن إحنا لازم نحققها لنفسنا، ونتدرّب بعدين في الفيديوهات الجاية إن إحنا نحققها ونبنيها مع بعض. هو إيه اللي حصل للمصريين وليه سلوكياتهم اتغيّرت مؤخرًا؟ الحقيقة إن إحنا بيتم التعامل معانا معاملة السرطان بالضبط، الخلايا بتهاجم الجسم من جوّه الجسم علشان تضعفه وتدمّره خالص. ودلوقتي بقى كتاكيت أنا لسه مصورة لكم فيديو قد كده لبابا وماما علشان أقنعهم إن أنتم للأسف في خطر حقيقي، وإن أنا وهُم لازم نشتغل على إننا نوفّر لكم مستقبل أفضل، وإننا نشتغل على الأمان دلوقتي، محتاجين نأمِّن لكم مجتمع آمن علشان تقدروا تنتجوا وتبدعوا وتشوفوا مستقبلكم، وكمان بعدها تقدروا ترتبطوا وتتجوزوا، تعيشوا في تبات ونبات، تخلّفوا صبيان وبنات. ده هدفي اللي أنا باسعى له وباشتغل له ومخي دايمًا شغال عليه. بس إحنا مع بعض إن شاء الله هنعرف نعمل كل ده، لإن أنا لوحدي مش هاعرف أعمل ده. هاروح دلوقتي أعمل مونتاج للفيديو وأنزّله لهم وأقول لكم بقى دمتم بخير، أشوفكم على خير الفيديو الجاي، يا أحلى شباب وأحلى بنات وأحلى أبطال وأحلى أمهات أبطال، أبطالي وبطلاتي الحلوين، عمته سمكة، باحبكم جدًا، وإن شاء الله ده فيديو من البدايات، إن شاء الله بإذن الله مع بعض هنكبّر مدرسة الأبطال وهيبقى هدفنا وهيبقى شعارنا في الرحلة والفترة الجاية إن شاء الله مع بعض. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم علشان يوصل لأصحابكم ويوصل لهم الفكرة وكلنا نتحد مع بعض، واكتبوا لي بقى شوية كومنتات حلوة كده عشان تشجعوني. دمتم بخير، أشوفكم على خير الفيديو الجاي، أحلى شباب وأحلى أبطال في الدنيا وأحلى بطلات في الدنيا. خدوا بوسة عمته، ادخلي بُصّي، شكرًا، أشوفكم بكرة إن شاء الله، عملت سمكة، باحبكم جدًا، باي باي.